السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتشرت مؤخرا فيديوهات وصور في وسائل التواصل الاجتماعي توثق اخضرار جبال في المملكة العربية السعودية، الشيء الذي لم يحدث من قبل وأثار إعجاب ودهشة الجميع، وهو ما ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وفي هذا الفيديو سوف نشرح لكم كيف تنبأ رسولنا الكريم بعودة الاخضرار للأراضي المقدسة قبل 1400 عام، وكيف أثبت العلم ذلك سبحان الله. لكن قبل ذلك المرجو منكم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد. نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المملكة العربية السعودية في هذا العام، اكتست الجبال بالأخضر في منظر أدهش الجميع، الشيء الذي جعل الجميع يتساءل: هل هذه علامة من علامات الساعة التي ذكرها الرسول الكريم؟ لكن قبل الجواب عن هذا السؤال سوف أذهب بكم إلى جامعة أكسفورد، والتي أجرت دراسة جيولوجية في شبه الجزيرة العربية بالتعاون مع وكالة الفضاء الدولية ناسا، حيث خلصت إلى أن صحراء شبه الجزيرة العربية والربع الخالي لم تكن كذلك قبل 5000 عام، بل كانت عبارة عن مجموعة من البحيرات والأنهار ومناخ مختلف تماما عن ما هو عليه الآن، حيث كشف العلماء هناك إلى أن الزحف الجليدي يتقدم الآن باتجاه جزيرة العرب، والذي يحمل معها الثلوج والأمطار التي تكون عادة سببا في إنبات الزرع وكثرة الخيرات، الشيء الذي توقعه نبينا ورسولنا الكريم قبل 14 قرنا بدون أي دراسات ولا معدات ولا إمكانيات سبحان الله، حيث جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ما معناه أن عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا هي علامة من علامة الساعة الصغرى، حيث أن صحراء الجزيرة العربية ستغطيها المروج أي المراعي والأنهار في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وقول النبي محمد حتى تعود يدل على أنها كانت كذلك في وقت سابق، وأنها ستعود إلى حالتها الأولى، وأن طبيعتها الصحراوية الجافة هي حالة طارئة عليها، الشيء الذي أثبتته الدراسات المنجزة في جامعة أكسفورد التي ذكرناها في أول الفيديو. وأرض العرب المقصودة في كلام النبي محمد هي شبه الجزيرة العربية التي تقع ضمن حزام الصحراء الممتد بين خطي عرض 15 درجة و30 درجة شمالي خط الاستواء وجنوبه. والرطوبة النادرة والجفاف الشديد هما أبرز السمات المميزة للمناطق الصحراوية بصفة عامة، فقد تشهد بعض الجهات الداخلية وخاصة الربع الخالي في جبه الجزيرة العربية سنوات بطولها دون أي تلقي قطرة مطر واحدة، وهذا بدوره يكون له أثر على الغطاء النباتي والزراعي، حيث ينتشر اللون الأصفر لون الرمال القاسية الملتهبة، ولا يستثنى في ذلك إلا بعض المناطق الساحلية التي تسقط عليها بعض الأمطار والواحات المتناثرة بالقرب من الآبار والعيون. وفي تتمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ظلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. فقالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وحتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فالحديث في الواقع يتضمن حقيقة ونبوءة وإعجازا خبريا وآخر علميا عند المسلمين جميعا.
فالحقيقة أن شبه الجزيرة العربية كانت في الماضي أرضا ذات مراع وأنهار ثم طرأت عليها الحالة الصحراوية الراهنة، وهذا بدليل العلماء والمعجزة الإخبارية أن الأنهار والمسطحات الخضراء ستعود ثانية إلى شبه الجزيرة العربية في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وهذا قد استغرق هذا الحديث 1400 سنة من الزمان لكي يفهم على هذا الوجه الصحيح. حدث ذلك بعد التقدم الهائل في علوم الجيولوجيا والتاريخ المناخي والفلك وغيرها من العلوم، وبعد العديد من الأعمال الحفر والتنقيب بصحراء شبه الجزيرة العربية والربع الخالي، والتي يعتبرها المسلمين دليلا على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله الذي جعل الصحراء خضراء، إنه على كل شيء قدير. لا تنسوا إخواني الكرام الصلاة على الحبيب المصطفى والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا.